حتى وضع التمليلي القانوني الحالي الدولي هما ما يعرفوه، وهذا من الاسرار الدوله المغربيه اللي احنا ما نقولوه. احنا عندنا مسائل تعنينا ما نقولوها. انت صحراوي اولا لجهله. نعم. لجهله عروق هذا لجهله بالوديان والشعاب والجبال والبطاح. انا ابن الصحراء، وهون معك في القيس تقريبا اللايف الحق انكا تقريبا معك هنا تيانا اللي شفت تعليقات هون. كاين الاخ هيثم والاخ برابوت وكاين اخوات هنا تيان تقريبا. انا شفت مشاركه للبث يا جماعه الخير، الكل يسوي مشاركه للبث. 30 ولا 40 من ابناء الصحراء ومن ابناء اكبر العائلات واكبر القبائل اللي معترف بها مولي دوليا. يا اخي هو يسمي لك المناطق، سمى لك المناطق. ما يعرف هو المناطق اللي قال للدمير بس. لا، المناطق اللي قال لك هون تعرف عنه على درايه او على درايه بمعلومات استخباراتيه، لانه سمى لك البير الحلو وميجك ونزيدوا انا واغوينيت وزوق وتفاريتي وزر من الفارسيه وزر من زمور. هذه وضعيتها تمت وضعيتها 1991 في اتفاقيه وقف اطلاق النار على انها تبقى مناطق عازله. يا غير هي اصلا ترابنا احنا ذيك تراب الصحراء. هون المشكله هي الصحراء غربيه. هذا هو الاختلاف، اللعب بالكلمات او اللعب بالمصطلحات. هي غربيه مغربيه صح؟ الغربيه يعني الغربيه يعني الساحليه الاطلسيه على السواحل، لان احنا هون في الصحراء عندنا تسميات خاصه بالاتجاهات الاربع. كيف الشمال ضريك نقولوا التل، والجنوب نقولوا القبله، والغرب نقولوا الساحل، والشرق يبقى اسمه الشرق. هذه مسمياتنا هنا يعني احنا نعرفوها ومعتمده. واولا يقول لك المغرب استعمر الصحراء لانها كانت بدون شعب. اذا من اين اتيتم انتم بهذا الشعب اللي تقول الان الشعب الصحراوي؟ كينج يا وزير كينج، كلمه كينج اكبر عنك شوي، بس المهم افتح المايك. الاسماء تعجبونا في الاسماء سبحان الله. الكينج يا اخي انت ما فهمت علي يا اخي، انت ما فهمت علي. انا لما قلت لك دخلوا الصحراء دخلوا الصحراء بدون شعب، فهمني لم يكسبوا قلوب الشعب هرب من الجحيم. هذا ما اقصد يا اخي. أين هرب الشعب؟ لماذا لم هرب لما تم قصفه في أم دريقة وفي أم دريقة في القنابل النابالية. أم دريقة أنا اللي نعطيك ذلك تفصيلها منين ذكرتها. أم دريقة كانت عملية خبيثة بتنسيق مع الولي المصطفى السيد وأخيها الذي حي الآن، وسجل المسميات البشير مصطفى السيد وكبير السحرة الذي علمهم السحر والبهتان محمد لمين ولد أحمد. وكانت مؤامرة على قبائل الساحل وخصوصا على قبيلة أولاد دريم والعروسيين وولاد تدرارين، وتمت إبادتهم في مضريقة بتآمر مع جيشك أنت، مع الجيش الجزائري. ولكن القوات يا أخي شوف يا أخي شيخ البدو أنا لست أخوك يا أخي ماكش أخي أنا لست أنت مش أخي ولا أعتبر حتى أنا ماكش أخويا. أنت ما عندكش ورقة الاستفتاء. أنت ماكش صحراوي. أنت ما عندكش ورقة الاستفتاء. أنت لست وين بيك؟ أنت قاعد جابك. أنت عندك ورقة استقلال. أنت هو الشرذمة يا أخي. أنت هو الشرذمة. انت هو الشرذمه ووضعك الحالي الحين هذا صحراوي. هذا صحراوي يا جزائري. الحين صرت تهجم على الصحراوي. قبل شوي كنت ودك تساند الصحراوي. لا كان ودك تساند الصحراوي. الحين يوم طلع صحراوي ومسح فيك الارض وعطاك المناطق والاسماء والتواريخ صرت تهجم عليه. يعني صباح الخير. يعني يساند الصحراوي. اللي نشرح لك الصحراوي اللي ساند. اولا عندهم كثافه يقدروها. اولا يا اخي انا اللي نعطيك معطيات قانونيه وارجع للاتحاد الاوروبي ولجنه المساعدات في الاتحاد الاوروبي. جات لجنه من المساعدات الاتحاد الاوروبي ومعها جمعيه ايطاليه تريد ان تقوم باحصاء في المخيمات لتوفر لهم المساعدات. والتقات مع رئيس الحكومه انذاك اسمه ولد بيون، وعطاهم على رقم على في المخيمات في التندوف تتواجد 200 ألف نسمه. طيب مشاو قاصوا رئيس الحكومه قال لهم عندنا 180 ألف نسمه. مشاو عند مدير الهلال الاحمر اللي يسمى ولد بوحبيني ولا زال حاليا مدير الهلال الاحمر، قال لهم عندي 170 ألف نسمه. شوف انت اثلث رؤوس في المؤسسه الرسميه لجبهه البوليزاريو تتضارب في الارقام. بعد سنتين
قامت الجمعيه الاسبانيه باحصاء ساكنه تندوف بار ساتيليت وعبر مخابراتها، ووجدت انه يتواجد في مخيمات تندوف 91 الف لاجئ، وهي كانت تعطيهم قيمه تعطيهم كميه المساعدات 150 الف حصه من المساعدات، وطالبتهم باعاده القيمه الماليه ل 60 الف حصه من المساعدات، ولملم الموضوع بتدخل من الجزائر. هذا النوع جاب نوعيه من البشر كانت في جنوب الجزائر بعد ما يسمى باستقلال الجزائر. كانت في جنوب الجزائر قبل من 1962 الى 1965 سكان تندوف، بشار، العباضله، عين الصفراء، ادرار، حاسي بيضاء، برج باجي مختار، تمر راصد، تين زواطين، ونسمي الجنوب الجزائري كامل. لم يكن المواطن الجزائري في جنوب الجزائر لديه ولا وثيقة رسمية من الدولة، لا عقد ازدياد، لا حالة مدنية، لا عقد زواج، لا بطاقة وطنية. ونتحدى هذا الجزائري، نتحداه يجيب لي بطاقة وطنية لمواطن جزائري قبل 1975 من برج باجي مختار أو من تين زواطين أو من بشار، نتحداه. تجيب لي وثيقة برك، لما تجيب انت وثيقة اجيب لما تجيب وثيقة تأكد أنه الصحراء مغربية. جيب لي وثيقة واحدة تأكد أنه الصحراء مغربية. انا هو الوثيقه، انا الوثيقه الحي، انا هو الوثيقه، انا هو الوثيقه. امور واقعيه، انا ما نهضرش باش نهضر. اذا انت تؤكد هنا، اذا انت تؤكد بكلامك. معليش، لا مانيش ناكد، خلينا نحكوا باش تقدر تهضر. لما الصحراء مغربيه لماذا تم تقسيمها بينك وبين موريتانيا؟ وين كنتكلم انا؟ اسمع شيخ البدو، ثواني. قال عطني وثيقه تثبت، خليه يعطيك وثيقه تثبت ان الجزائر جزائريه. يلا جاوب، خليه يعطيك وثيقه. لحظه يا شيخ البدو، لحظه. لا جاوبوا، لا جاوب. لا ليش نجاوبك؟ حبيت نجاوبك. هل لديك وثيقه الاستقلال؟ خليني نجاوب جاسم. هل لديك؟ خليني نجاوب جاسم. الجزائري خليني اجاوبك. هل لديك وثيقه استقلال؟ نعم أم لا؟ يا اخي خليني نجاوب جاسم، ما تتحوس نجاوب جاسم، خليني نجاوب واسكت. هل لديك وثيقه الاستقلال؟ سوف اجيبك. يعني ابن دولة. هو الجواب يحتمل نعم أم لا. هل لديك وثيقة الاستقلال؟ لا أخي أنا نجاوبك بطريقة منطقية، علاش تحوس عليها نعم أو لا؟ ودي أنت سألته هل وأنا أجيبك بالطريقة التي تريدها. سوف أوصلك إلى ما تريد. نعم أم لا؟ أنا أريد نعم. سوف أوصلك إلى ما تريد. أنا أريد نعم أم لا؟ الذي أريد سوف أجيبك. اللي أريد أنا كيف لابن دولة لا يمكنك تاريخها كلمتين. لا يمكنك أن تعلم بما أريد لأن أنت مبرمج. السؤال هو هل لديك وثيقة استقلال؟ يا أخي سوف أجيبك، أنت إماراتي. كيف لابن دولة يا أبوي كيف لابن دولة مساحتها شبرين أنا ما عندي، أنا مستعمر تمام، وتاريخها نفرين وشعبها نفرين أن هذا واكل زق ولا وش؟ أنت مجرد صنع روسي. خليه يتكلم. الأموال الفاسدة في الإمارات، لذلك لا تتكلم على الجزائر، لأن الجزائر أكبر منك ومن كل الدول التي تتكلم عن الجزائر. أيوة. هكذا. خلوا لا تتكلم رحم الله والديك. زين كمل. زيد. لأنه أنت لو كنت بني آدم تتفكر أنه من بنى الإمارات هم الفلسطينيين قبل 50 سنة، لا أقل ولا أكثر. زين. لذلك لا تتكلم. وثيقة الاستقلال لا تتكلم، هذه وثيقة الاستقلال، احنا دفعنا الدم الجزائري هو وثيقة استقلالنا. حتى الصحراوي دفع دمه وخلاص واخذ الصحراء المغربية. لا الصحراوي ما دفعش. الصحراوي هذا لا نتكلم عليه على اساس انه مغربي، ما هو الصحراوي، لانه الصحراء الغربية لو كانت مغربية ما يتمش تقسيمها بين دولتين. طيب ممكن تسمع تشوف تعرف السياسة الجزائرية، الشعب التبوني أنا اللي أعرف له، شفت كيف مسكت؟ ليس الشعب التبوني، لا تتكلم لماذا يوجد ظهير شريف؟ اسمع يوجد ظهير شريف في الجريدة الرسمية يسمى الصحراء الغربية. بالله باش تسمع. انكر هذا إن كنت في وثيقة وبالله باش تسمع. الجريدة الرسمية يا أوباش يا انتظر مساكين والله تقحمون نفسهم. ليس لكم من ثقافة شيء. بالله باش تسمع. بالله انت شاب الدولي والله مالك ضارب السيليسيون. بالله باش تسمع يا صاحبي. اولا
الامارات شبرين لا والمغرب والمغرب جريمه نقارن الامارات بالجزائر حالي. حاشا لله حاشا. اسمعني يا جاسم، اولا الامارات شبرين والمغرب شبر واحد، ولكن الحمد لله الجزائر اليوم اصبحت بثلاثه رؤساء: ابراهيم غالي في التندوف، تبون في الجزائر، فرحات مهني في القبايل. لا تنسى الرابع الطوارق لو سمحت. جاي في الطريق اغا الشريف ونعرفه صديقي، جاي ملفه. عندك ثلاثه الرؤساء دابا، يلا اعطينا باسم الرئيس انت دابا. المهم انا ادعم تبون. المهم يا جماعه الخير انا تبون. انت ابقى في احلامك هذه. وشوف لانه الجزائر اكبر. انت لازلت في الجزائر كبيره عليك في رحله البحث عن الهويه. وانت اللي ما عندك هويه، انت اللي ما عندك ورقه. انتم تبحثوا في رحله البحث عن الهويه، لا تتكلم عن الجزائر كلام غير منطقي. جاسم لجموا دير له الجام باش يسمع، دير له ميوت. انا اساسا اللجام هو ميوت. انت الذي لا انت اسمح لي، انت الذي الجزائر هي التي لا عقد نكاح لها ولا عقد طلاق لها ولا شهاده ميلاد لها. هذا الشيء اللي بغيت تسمع وغادي نخرجوا معك. لا حاسب. اسمح لنا دكتور سماد تفضل. حاسب عليهم شويه في الكلام. الدكتور السلام عليكم. لا والله لا ملاحظ شيء يا دكتور سامان انهم صاروا ياخذون تعليقات العالم وينسبوا لهم. قال تاريخ هو هذا اللي الهويه. احنا كنا نعايرهم بالبحث عن الهويه، صاروا هم يقولون حق المغرب. والله ما اعرف كيف انتم متحملين هذا الصوت المزعج الكربولي. هيثم طلعته بس ما ادري وين راح. هيثم او برابوت طلعته وراح. لحظه. هيثم برابوت. اي برابوت موجود. ما اعرف كيف والله يا جاسم، ما اعرف كيف متحملين هذا الصوت الكرغولي المزعج اللي طير برج افكاري يعني بصراحه. يا دكتور نديروا بهم ميزاجور يفوجوا علينا يا اخي. شوف جماعه الخير، اخواننا من المغرب اللي الاشخاص اللي ما عندهم درايه بموضوع الصحراء لا يطلبون قسط. تمام. الاشخاص الصحراويين يا مرحبا بهم. فاخواننا في الجزائر يفضلوا القسط افضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لأخي جاسم، وني فيك شيخ البدو، احترامي للجميع. السلام عليكم. يا غير سمعت أشياء يا أخي جاسم. برابوت دير ميوت. ها هو رجع، خلينا حتى نسمعوه. احنا مسالين الليله. السلام عليكم. كينج الجزائري يطلب مرة ثانية. نزلتك بالغلط. مساء الخير. السلام عليكم. مساء النور. عليكم السلام. عليكم السلام. اول شيء خلوا كينج يكمل مداخلته مع ما ادري منو اللي بيكمل وياه. الشيخ البدو لا تصير الصوره لو سمحت. الشيخ عبد الله صالح، الشيخ شيل الصوره لو سمحت. اول شيء جاسم، اول شيء هذا شوف، هذا شيخ البدو، هذا يبين الهويه، اثبات الهويه تاع المينورسو، ومن بعد نهضروا. اول شيء هذه اول نقطه. اول شيء بند المايك، خلي الدكتور يكمل مداخلته. ما تجيبليش الشرذمه، انا مستوطن في الصحراء الغربيه يحكي بس انت هو الشرذمه الحمار، انت هو الشرذمه. حسن الفاظك الكلب، حسن الفاظك. انت متدخل في الانسان في بلده تجيب هويه وتثبت على انك عندك اثبات. خلاص الشيخ البدو لا تنزل معه للمستوى هذا، ما يستاهل. الدكتور سامان تفضل. للاسف يعني والله اخوي جاسم، يعني كنا نريد نحاور بهدوء، لكن كالعاده يصعد لك الكربولي واحد يطير برج افكار يركض وراهم. طيب شوف، اليوم تحول الجزائري الى اضحوكه ومهزله ما بين منصات التواصل الاجتماعي وما بين الشعوب. يعني اصبحوا من الشعوب المتخلفه، وانتم تعرفون من اعظم صفات الشعوب المتخلفه انهم شعوب لا تتغير ولا تتعلم من اخطائها. يعني تعيد تكرار سيناريو الأخطاء وبنفس الطريقة وبنفس الوجوه غالبا، طبعا دون كلل وملل. هذا اللي لاحظناه على الجزائريين. وإذا تريد تشوف، أنا شفت تقرير في قنوات الجزائرية الداخلية، إذا تريد تعرف التاريخ الجزائري أو تريد تشوف التخلف اللي موجود عند الجزائر، انظر لصور غرق المناطق والأنفاق وخراب الطرق والأرصفة للسنوات العشرة الماضية، وقارنها بالوقت الحالي ستجدها يعني متشابهة تماما. مع هذا ومع كل هذه المأساة والمعاناة اللي يعيشها الشارع الجزائري أو المواطن الجزائري، لم نرى موظف أو مسؤول جزائري يستقيل إطلاقا. يعني وطبعا أنتم تعرفون من صفات الشعوب المتخلفة هي الهمجية والغباء وثقالة الدم. يعني ثقالة الدم هذه طبعا ما يحتاج أنا أوصفهم، يعني موجودين، والجزائريين ما شاء الله أثبتوا ثقالة الدم بامتياز في منصات التواصل الاجتماعي.
في المجتمع الهمجي الجزائري، طبعا راح اتحدث لكم عن باختصار حتى ما اخذ وقت البقيه الاخوه الموجودين. لا يطبق القانون على الجميع، يعني هذه النقطه الحساسه، اي ان شخصيه المتهم ومركزه الاجتماعي وحجم ثروته وعلاقته بالسلطه الكرغوليه تكون كلها هاي عوامل مؤثره في تنفيذ القانون. طبعا هذا مو كلامي، كلام منظمات المجتمع المدني الموجوده داخل المجتمع الجزائري. القانون في المجتمع الهمجي الجزائري ليست أداة لتحقيق العدالة، وإنما هو سلاح في يد السلطة تستعمل للتنكيل بخصومها وتعطلها. يعني الكارثة حتى في قطاع العدالة اللي موجودة في الجزائر. يعني سرعان ما تشوف المواطن الجزائري يتحول من مواطن عادي إلى مواطن يتبع المحسوبية والوساطة ويدفع الرشاوي في المحاكم باعتبارها تصرفات يعني عادية ومقبولة. وفي النهاية يعني شوف، يعني ما أريد أطيل الحديث، هي تقييمنا للشعوب المتحضرة والشعوب الهمجية يأتي على الأنظمة الحاكمة والأنظمة التبونية الكرغولية اللي تحكم الجزائر للأسف. يعني هي من تدفع المجتمع بالكامل نحو الهمجية من أجل البقاء في السلطة. يعني بصراحة الوضع الداخلي الجزائري وضع مزري. الآن الجزائر احنا قبل شهرين قلنا الجزائر ماضية نحو التقسيم، وفعلا الآن الجزائر ماضية نحو التقسيم. الجزائر ماضية نحو العشرية السوداء الثانية، يعني قريبا راح تشوفونها بعد الانتخابات أعتقد بأيام معدودة راح تشوفون عشرية سوداء ثانية في الجزائر. أترك المايك لغيري اللي راح يكون عندي مداخلات أخرى. اوكي شوف دكتور اللي مسمرك دكتور، انت انسان حاقد على الجزائر اول شيء، انت انسان حاقد وانا عارفك. شوف كلنا اجتمعنا هني كلنا حقودين على الجزائر. لا على بالي نعرفك انت انسان حاقد. يعني كان شوف يعني كان زرت الجزائر، شوف الجزائر والله شوف الجزائر ناجحه وحنا غيورين من الجزائر من نجاح. ما عليه والله. شوف الجزائر والله تعيش، شوف هي تعيش في ابهى ايامها باش نقولها لك. وشوف ابها ايامها ومن 2003 دكتور شوف من 2030 والله ابها والله الجزائر ما تعرفها، وتشوف الجزائر كيفاش عامله من بعد. كيف يعني؟ وصف لنا لو سمحت. يعني باريس ولندن. والله حتقول الجزائر نظرك كأنه انت في باريس ولندن. خليه يوصف. نعم خليه يوصف لنا. دوك نوصف لك. شوف الجزائر شوف عندها شوف اسمعني مليح. شوف الجزائر حتولي عندها اقوى قوة عسكرية في شمال افريقيا وحتى في جنوب. لحظة نعم انا نتكلم عن حاليا. اوصف لنا الجزائر دوك الحين. انا شوف الجزائر والله ما شاء الله عايشين ما شاء الله صدقني يا. وشوف نرحب بك وشوف تحبي تروح على حسابي انا خلص لك التذكره تاع الطائره والله نخلصها لك واروح نحوس بك. جو اخواننا شوف جو اخواننا سعوديين وزاروا الاماكن في غرب الجزائر في موجود بنية تحتيه. نعم موجود فنادق فخمه. يوجد كل خير والله كل خير. يا جاسم افخم فندق في الجزائر 3 طوابق. انا اتكلم منطقي يا دكتور سامان وجاسم كان الشيراطون يا صاحبي. لا احنا شوف خلوا يا جماعه والله خلوني وياه ثواني خليه يشرح لنا اوكي شوف معليش. شوف انا نقول لك يعني شوف يعني زاروا اخواننا بعض السعوديين زاروا الجزائر وعندنا علاقات يعني تجاريه مع اخواننا اماراتيين جو الجزائر. شوف يعني اسالوا الاماراتيين اللي هم التمك اللي هم التجار الاماراتيين واسالوا التجار السعوديين اللي يجوا عندنا. ولا غلط تحرانا احنا من وين احنا شوف متعب. شوف كاين متعب، كاين وكاله السياحه والاسفار تاع السعوديه اللي جو الجزائر هنا وزاروا كل. وصف لنا ما بماذا نوصف لك فيها. شوف الجزائر قالوا والله قالوا بعظمه لسانهم قالوا انه الجزائر جنه فوق الارض بشهادتهم شهاده الاماراتيين والسعوديين. سائح يقول هذا الكلام. نعم اي سائح يروح مكان يقول جنه بعد ما يطلع. لا يعني تاكدوا يعني كانت عندهم نظره يعني ربما سيئه ومع كي جو الجزائر شافوا وش فيها الخير. ناسها طيبين رحبوا بالضيف. المطارات عندنا مطارات عندنا كل خير والله كل خير كل نعمه في نعمه من الله الحمد لله والله في نعمه من الامن. نفس كذا المطار يعني. نعم نفس كذا المطار يعني. هذه كان ربما كان هذه ماشي في الجزائر هذه باش لا هذه الطيران الجزائريه هذا. شوف
وين؟ طيزي يمكن. هذا هو المطار. وين تشوف طائره جزائريه؟ مش طائره، هذه مش طائره ما جزائريه. تشوف شكل هذه وراها في القناه سافرت قبل. عباك شو هذه وين جايه هذه؟ شوف لا قالوا في طائرة العراق. جزائرية والكلب لا جزائري. ما هذه شفتها في العربيه، ما تكذبوش على الناس، حرام عليكم. الطائرة جزائرية والكلب خلاص، جزائري، اثنين. هذه قالوا هذه وراها في العراق. يوصف لنا يا جماعه الخير. والله اعلم في العراق وراها هذه الصور هذه. المهم خلوه يوصف. هذه هي شوف العاصمه. لحظه شوي. راك تمشي في طريق مورانا في لاكروا هكذا، وكي راك تمشي في طريق راك تمشي فوالا اون سي جامي اون كاو تلقى هكذا في طريق ورا اون بلان مورانا في لاكروا هكذا، وكي راك تمشي في طريق. هذا مخبرك؟ لا هذا شوف البنايات، شوف بنايات. اسمع لي، ما تهضروش شعبك سيد نيمبورت كوا. شوف هذو بنايات كسروهم، بنايات هدموهم، بنايات حتى حنا في بلاد. لا بنايات قديمه كسروها. لا لحظه، شوف الغالي الناس اللي تشتغل هندسه ودكاتره وبنايات، يوم يكون بنايات تكون مرتبه ومحاطه بالسيف، بنايات هدموها جاسم، بالامان، مو بالخرا في الشارع. سامحني الغالي، هذا التقدم، هذا اسمه تاخر. لا شوف كان شوف هذا اسمه التخري. ما عليه قول واش تحب، انا والله نجاوبك باحترام، انا والله نجاوبك باحترام. يا جاسم، انا هنا شوف احنا اخواننا المغربيين، شوف احنا الاخوان المغربيين نعرفوهم ويعرفونا. احنا نقول شوف الفقر، شوف عمر الفقر ما كان عيب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير. لو شفت الفقر يا جماعه الخير المشرفين لا انا لو شفت الفقر في المغرب او تونس او في ليبيا ما يضرني خاطري. ليش؟ لان ما عندهم غاز وبترول. بس اذا شفته في بلد الغاز والبترول يضرني خاطري، لانكم كفرتم بالنعمه. النعمه هذه وين اخذتها؟ فرنسا. انا ما اذا شفت المغربي الفقير او التونسي او اي دوله ما عنده بترول، ما هو عيب. انتم عندكم نعمه ونعيم، تسبحون على بحيرات الغاز والبترول ومؤخرين. نعم. يعني في افريقيا تتصنفون تقارنون نفسكم بمالي مثلا او بغينيا او بغانا او كذا. اوكي بس عباك احنا نفهمك حاجه، احنا حتى تونس عندكم تروحون لتونس. لا حتى لنا المركز الثاني بعد جنوب افريقيا، في اقتصاد في افريقيا. مركز في الخرطي. يا مش خرطي والله، مش خرطي حقيقه والله. جي بي اس. انا جي بي اس نعم. انا اللي نتفاعل معك لحظه. هذا هو المركز الثاني. هذا المركز الثاني. صور قديمه، هذه صور قديمه ايام هذه صور قديمه. ممكن صاحب اللايف، السلام عليكم صاحب اللايف، ممكن كلمه برافو. انا لي نشهد شهاده حق او شهدوا عباد الله. اسمعوني مزيان عباد الله. انا بعض الاوقات راه كيزهق لي الفريخ، ما تدوا عليا. انا سوف اشهد شهاده حق استنباطا من كلمه قالها الجزائري اللي هي حسن الضيافه وكرم الضيافه. فعلا انتم والله لا تكرمون الضيوف، ونحن نشهد بكرمكم واستقبالكم للضيوف لما فعلتموه لفريق نهضه بركان. والله الا استقبلتوا الضيوف احسن استقبال. الله يجازيكم، الله يكبر بكم وبصحتكم. لا شيخ بدو يعني شوف باش ما نوافقكش يعني. شوف المغاربه شوف وردها علي ان استطعت. شوف شيخ البدو، السلام عليكم. راني جاي لك يا شيخ البدو. احنا المغاربه كنا شوف المغاربه احنا كنا نعزوكم وتعزونا انتم، وحنا ربما رانا ثقافه واحده على كل حال تقريبا. بصح والله دخلوا شوف. نعم من فضلك كنت سابقك وبغيت نقول كلمه من فضلك. تكلمت مع صاحب اللايف وطلبت الاذن من صاحب اللايف. الاخ جاسم، تحياتي لك واحترامي لكم جميعا. أنا مغربي من الجنوب، ما يطلق عليهم من أبناء الصحراء. والله يا أخي جاسم، سمعت الرجل اللي كان هنا سابق اللي قال كلام لا ينفصله من بعد، غير هذا الرجل قال كلمتين ما دام هو حاضر هنا. جي بي اس ذكرني أخي جاسم ما هي الكلمة؟ أبحى أيامها، ياك هي اللي قال أبهى يا غير صححها، وخيرت من اللي صححتها لي. لا انا حتى انا يوم بحثت على الجمله وربطتها بالجزائر ما ارتبطت، بس في منطقه في الجزائر في السعوديه اسمها ابها، هي جميله صراحه. وخيرت العربيه يمكن لها مشكل، هذا في موضوع ثاني. لا هم شوف، على فكره انا سمعت ان في دكتور عندهم جزائري يقول انه هن من علموا المشارقه اللغه العربيه على فكره. ذاك مشكل ثاني يا اخي، ولن تفسره حتى بان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا هم قبل ادم. يا غير خليني نقول لك ابها الايام أخي الجزائري، والله أعترف لك إن كان اليوم يوم أبهى أيام الجزائر
فماذا تقول حدود الجزائر من الصفع يمينا وشمالا حتى بدأت تمطر دما وقيحا؟ أخي الجزائري، عندما تتكلم عن قوة الجزائر ففي جيرانكم مالي قامت بصفعكم على اليمين والشمال بكلمات ولن تردونها أبدا. عندما قام الحكم بالنيجر برد أكذوبتكم وقفل أفواهكم لم يتكلم أحد في نظامكم للرد عليه. إن كانت هذه القوة فما بالكم عن الأخ والقائد حفتر عندما وضعكم في مكانكم المعين ولم يقم إنسان منكم بالتكلم. إن كانت غلطة راك غلط والله. ما قاطعتك، أنا قفلت مايكي وما تكلمت مع أحد. أنا قفلت مايكي، احترمني من فضلك. هذا الرجل برابوت لم يقاطع أحدا، خلوه يكمل مداخلته، يأخذ حقه في المداخلة، ويوم يكمل تفضلوا. تمام؟ ما قاطعت منكم حد ولكم كامل الاحترام، لكن عندما يلتقي الفم بحق فيجب أن يكون حق، والحق على الجميع. عندما تتباهى بقوة وقوة إقليمية فعليك برد الند على كل من هو يتطاول عليك، أو أنت تنحر وتنخر في مشاكله الداخلية. أنتم تكلمتمون عن القوة وتكلمتمون عن العنطرة، وهو ما جلبتم لأنفسكم من الصفع يمينا وشمالا مع موريتانيا، مع مالي، مع النيجر، مع إخواننا في ليبيا، مع كذلك تونس الذين تريدون أن تقوموا بضخ المشاكل داخل بلدهم. وآخرها وليس أخير ما وقع لكم في كرة قدم، هي مجرد كرة قدم ووصلتم بها إلى حد ما يسمى بالعنطرة والعقل الفارغ. أما الآخر اللي كان قبل وقال كلمة رغم أنها محقورة، قال للرجل شيخ البدو اثبت هويتك. لم أكن أعلم بأن الجزائري هو منزل من السماء يثبت الهوية لمن يريد وينزعها على من يريد. أنت كنت تتكلم عن بقعة أرضية هي تابعة للمغرب وتحت حكم المغرب بكل الحجج وكل المواثيق، ونحن شهداء على ذلك وشاهدين إلى الأبد. نحن أبناء الإقليم ونعرف من هي دولتنا وما هي جنسيتنا، وأنت من أدخلك على الملف حتى تطالب الأخ شيخ البدو أن يثبت هويته؟ عليك أنت أن تثبت هويتك بالانتماء إلى ما يسمى الماضي، وإلى الانتماء إلى دولة وليدة 1962 وهي نعرف ما هو مصيرها وخليطها. لا أريد أن أتطفل، لكن بكلامك الجارح يجب علي بالرد بالمثل. أنت خليط منوي لكل من تخابط على هذه المنطقة. شوف جاسم، شوف أنا أتكلم معي، أنا ما تكلمتش مع الشيخ بدو وما سميتوش. أتكلم معك. لا شوف، لا تحترم نفسك. تحترم الكينج. تكلمت عن الكينج. اسمعني يا برابوت، انا اسمع، انا لما قلت له يثبت لي الهويه انا نعرفه ونعرف وين يسكن. بصفتك من؟ بصفتك من؟ نعرفوا شيخ هويته صورته ونعرفوا شكون ونعرفوا وين كان يسكن ونعرفوا وين راح، نعرفوا وانا نعرفه. ما تحتاج تقول لي انا على هويته، فهمتني؟ ما تحتاج تقول لي على كلب مخزني كما هذا تقول لي نعرف وعندي صورته وعندي كلش ونعرف معلوماته. واحد كلب كما هذا تقول لي عليه انا، تقول لي يثبت هويته هذا. السلام عليكم، اتركني نكمل من فضلك. شيخ البدو أعرفه شخصيا، ابن الإقليم جدا وأبا وفصلا وعرقا. أنت من أنت؟ أنت لم تكن لك هوية إلا فرنسا من وضعتها لك. أبوك أو جدك، عندي سؤال لك من فضلك. ليست لديه هوية يا أخي. عندي سؤال عليك أن تحترم. برابيت انا شوف برابيت احنا ما عندناش دورك. احب اسقسيك برك برابيت من فضلك. الملك حسن الثاني رحمه الله، الملك حسن الثاني رحمه الله في 1973 استشير الجزائر واستشير موريتانيا لتقسيم الصحراء. واش رايك في هذا السؤال؟ برافو مايكي وتفضل. برابوت بوز. الحسن الثاني الله يرحمه هو اللي اسبق المحللين النفسانيين وعلماء النفس والمختصين بتحليلكم تحليل علمي اليوم مكشوف امام العالم. تحليل الحسن الثاني اليوم واقع امام العالم. لا تنجر ذاك يا شيخ البدو، حانين نكمل. لا تنجر ذاك، عرفته هو سياسته وجنه اللي واعد فيها. أنا أحترم الإنسان الذي يحترم الغير. أنا ما جاوبتك الأخ برابوت.
سامحني قاطعك، بس لازم اسوي اهداء لحد من اخواننا من مدينه بركان تحت موجود في القسط، لازم اسوي له اهداء اذا سامح، اذا طبعا اذا تفضلت. تفضل تفضل. تمام، لحظه شوي، لحظه ثواني بس يروح ديكاس البراكنه ولا تحيه لكم من الصحراء. تمام شوي لحظه. تمام جماعه الخير، بس تشيروا مشاركه البث رحم الله والدينكم، وكل يسوي مشاركه للبث مع التكبيسات، يعني لكم 1000 موجودين متابعه لحساب الاخوان. جاسم ثواني بس جاسم. لازم نسوي ديديكاس الاخ بركان رحمه الله، لان جاسم عندي طالب لك برك بس ننزل. جاسم عندي طالب برك حتى لك. قمر مستعجل بس الليل بلاتي طويل. نديروا لك الرقيه، بلاتي نديروا لك الرقيه وتهبط. بلاتي خاصك الرقيه، خاصك الرقيه انت. الليل ويانا وحنا موجودين لين الصبح. انتظر الحبيب انتظر. زغريتها المغربيات. السلام عليكم. اشو السلام عليكم. ايش اخويا شد كان ناشطين مع الرقاده ما مسالينش. لحظه شوي فنك، لحظه شوي، لحظه. عليكم السلام، بس خلينا نكمل شوي. جاسم عندي طلب برك من فضلك برك. تمام كلكم عندكم طلب وسؤال. حبيت انا توري بك على الفيديو توري روحك برك من فضلك. ثواني لحظه. حبيت نشوفك في الفيديو برك. الرقاده الله الله. هنا رانا في النقاش، مانيش في الموسيقى. ثواني احنا ناشطين اخويا، احنا ناشطين. فيكم مخاض انتم، ايش فيكم اغنيه ربكت الامور. ثواني انتظروا شوي، خلينا نغير الجو. ما هو يغير في الجو يدعموا فيه على كان يغير في الجو يدعموا فيه برك. الفلوس موجوده في المغرب الحمد لله، الدراهم كاينه في المغرب، دراهم عند المغاربه. كل العالم ماسك، كل العالم ينتظر الا الجزائريين فيهم غاليين مثل البيض في المقلاه. يا اخي انتظروا رحم الله والدينكم، اغنيه خلينا نغير الجو، سهره. عاود يلا في تكره، رانا هنا مستعدين للحوار والنقاش. يفتح اليمين الجنوب يا الغرب يا الشرق ياها ديرنا عبد الوهاب الدكان اللي نسمعوه. انا نفضل الصحراء مغربيه. ديرنا عبد الوهاب ودي معاك عاود ودي معاك. ثلاثة عاود 5 الله اسمع القلارة يا اسمع القلارة اللي سديتي المطار. ياها يا اخوي الفنك الجزائري، ما تقولون بركان كانت جزائريه. شكرا يا هذه اغنيه بركانيه. انتظر بركان الجزائريه، انتظر مدينه صغيره زعزعت نظام باكمله.
اعطوني غزكم متريمكم، اعطوني غزكم متريمكم. والله ما خاصها غير شي تزغريته بالله. والله بدي غزكم متريمكم، اعطوني غزكم متريمكم. ايش في ذا منو يتكلم ذا؟ يا اخي اغنيه لخبطت الجو، اغنيه لهي الدرجه، اغنيه لخبطت الجو. اسمع القلار يلي سديتي المطر دي معاك ما تعاود. الاخوان في المشرق عدتوا تشروا الورقه، ورقه الدحميس. استغفر الله. تاي الدحميس، تاي الدحميس. عدلوا له اشهار بدون مقابل. تاي الدحميس وابوس راس عبد المجيد من الخميس للخميس. والله عدلوا له اشهار بدون مقابل اخي جاسم. والله انا الجماعه مغيبين يا اخي، اغنيه لخبطت الجو حتى نزلوا من القسط استحوا المساكين. والله عزبت لهم على الوتر الحساس. والله الا فوجت مع راسي الليله، كنفوج مزيان مع المهابيل. جيب شي وحدين اخرين. راه كاين في الصف. صباح النور. عادي اشارك اذا ما عليكم. إيه لا والله لازم تدفعين فلوس. اول حاجه بس لا بس سامحني اول شيء الاخت قمر لانها تشوف البرافوت ما ظني يكمل مداخلته ولا لا. اوكي خذ راحتك. تفضلي الاخت هي الاولى. تفضلي يا اخت، النساء هم الاول. تفضلي يا اختي. عندي واحد الهضره سيتوا بغيتي تقولها وننزل حميمك. بالله تي قمر واش انت مغربيه؟ اخي ديالي. وعلاه ما تزغرتي يا صاحبتي؟ حشومه عليك، حنا دايرين الموسيقى وناشطين، انت قاعده دايره زغرتي. سمعنا شي تزغريتها. في خصك بابا يدير الخبط ولا الرقاده. سمعنا خلت تسمعنا، ما سمعتنا زين. كان بغي تقول شيء. حشمتي صافي بلاش. استحت. لا مش نقولها. شوي لا هي كان يقول هذا واش نقول ليش بالهضره شيخ البدو شكلنا بنقضيها سهرات اليوم. الليله احلى لايف عندي انا هو هذا، منين يتعصبوا الجزائريين وتبدا المخابرات الجزائريه تتخبط في الارقام وفي الاسامي. اساسا شوف مسويين جروب عندهم وعندي حد داسن من بينهم. شوف يوم افتح بث يتداولونه من بينهم. خاصك تفهم، انا درك عندك فيه مجموعه، فيه برابوت، هيثم، الساقيه الحمراء، مبارك الصحراء، العبد الضعيف لله، مشكلين علينا، مسوين حمله متينه علينا، شانين علينا هجوم متين، وزعيمهم واذلهم وادناهم عندنا احنا هو اللي راضي الليلي مزودهم معلومات خاطئه. شفت هذا المسكين كيف كان عايش في نعم ونعيم في المغرب، كيف صار المسكين كنا تقول مجربين فيه الكيماوي. الله قل اللهم استرنا بسترك الجميل. هذاك مريض نفساني الله يستر. اللهم يستر. نجربوا عليه كيماوي. الساقيه الحمراء مرحبا كبيره الساقيه، وراهم جزائريين عاد يقولوا لنا خلوا البنت تقول اللي كانت ودها تقول. البنت تفضلي قمر تفضل البنت تفضل لو سمحت. بغيت غير نقول لكم كتكون بحال هذا ستيت والله يرحم يماك، وما تبقاوش تقولوا ديك خاوه الله يخوب لهم الدراس. يرحم يماك، حنا ما خط حد، حنا خوتنا هما هذه من الشمال صح؟ حنا خوتنا هما المغاربه ديالنا، هما العرب ديالنا اللي كيعزونا وكيخافوا علينا وكيهضروا علينا بالخير. اما هما ما خاوه ديالنا ما والو يخبي باباهم الضلع. ما تبقاوش تقولوا لنا خاوه. لا ما كايناش عداوه خاوه ما كايناش عندي انا في القاموس. اللي قال خاوه نحيد له اللسان، ممنوع خاوه عداوه. يرحم يمك صافي، يرحم يمك الشيخ. خلي يقول لك شي واحد خاوه خويا الدرس. واش انت شماليه؟ انا عايز انت بنت الشمال. شماليه. مرحبا والله الا مرحبا بالناس ديال الجبال وريافه. مرحبا. وانا راه غادي نمشي لبركان أزكارة في العديان، غادي نمشي لبركان وندير لايف من بركان. يا الله مرحبا بك فيما جيتي نحطك حتى فوق راسي. مرحبا بك اخي. يكبر بيك، هذا باش كنعرفوكم. الله يكبر بيك اختي. مرحبا. سمحوا لي بزاف انا طولت في الكاس على هاد السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا وسهلا. مرحبا بك الاخ علي جاسم، تحياتي لك. تحيه للاخوه الكرام اللي معاك، الاخ برابوت، الاستاذ المحترم شيخ البدو،
وراني محييك على هذا اللايف من خلالك. الساقية الحمراء الدكتور سامان دكتور اكاديمي متكون من كردي عراقي، وانسان صراحه انا نهار عرفته انسان متميز، اكاديمي متميز صراحه، وهذا معروف عن اصله وطيبه اصله وطيبه دولته. مرحبا به. اخيرت بارك الله فيك. راني محيي نتعلم من عندكم نحيي نهضة بركان على هذا الانجاز اللي رمزي واللي تمت من خلاله كيف قال الاخ برابوت اعطاء وصله اشهاريه غير مدفوعه الاجر لتايد دحميس اللي راه عاد موجود هون بكثره في الصحراء، ونتمنى هما اللي يعني يواكب تايد دحميس البدل الرياضيه نهضه بركان. نبغوا النهضه البركانيه يعني تعدل منهم قدر من البدل، مستعدين ياسر من الناس انهم يشروهم قد يقعد على مستوى المغرب كامل حتى على مستوى الصحراء، بما انهم داروا تايد دحميس. اخوي الساقية الحمراء لهي الدرجه يعني مدينه كم كبر هذه المدينه بركان؟ انا صار ودي ازور المدينه اللي حركت النظام. بركان ماني كيف يعني ممكن نوصفها لك؟ مدينه متوسطه. نقول ان بركان جزائريه صح؟ هاي حركتهم لهي الدرجه. فيها حوالي 100,000 نسمه، مدينه على الحدود المغربيه الجزائريه. خربت توازن النظام باكمله. بركان كانت مثل البركان. الاسم يدل على المسمى. يعني بركان فجرت البركان الخامد في الجزائر وخلاهم كيف الذئاب المسعوره. انا اتمنى ان يكون الجزائري هون يتواصل معه. هذا الفنك الجزائري من الصبح يطلب قسط يطلع ينزل شكله طلعوا. انا اتمنى الجزائري يطلع يعني يكون مؤدب، يكون محترم مؤدب. ما ودي يطلع لان تشوف يحاول يصعد السطح وما يمكن ما يعرف الطريقه. الغالي الفنك اذا ما عندك نت روح صوب وجده وبركان الانترنت شابك من هناك. يا اخي الاسماء هذا الفنك فرعون مدري ايش. الفنك يا اخي الكريم، الفنك هو حيوان ثعلب صحراوي واذنيه كبارات يعيش في الرمال. الثعلب الصغير اسمه الفيل. احط لك صورته الحين انت يا اخي، انت اطلب امر وبجيب لك الصوره انا. الفنك هذا هو. الفنك هو الثعلب الصحراوي الصغير يتميز باذنين كبيره جدا. هذا هو. لا ليس هذا ثعلب عادي، هذا واحد ثاني واذنيه كبارات. خلاص زين. الفنك تفضل، الفنك الجزائري. ما ودك تفضل يا اخي تفضل. راهي سينيالي يا اخي جاسم يسينيالي، انا ما بغيت نتكلم. سينيالي على راحته، خلي سينيالي على راحته. الفنك بحط لك الرقيه والله العظيم، اذا ما تتكلم بحط لك الرقيه. تتكلم ولا ما تتكلم؟ 1 2 3 ما تتكلم. ما ودك؟ ما يتكلم بسوي له رقيه، يعني الحين صارت كابوس الانسان الجزائري هي مدينه بركان او الركاده. خلاص زين. الدكتور ساقية الحمراء تفضل. يا شيخ البدو خلي تعرف عنه يقول لك المثل احذر من غضب الحليم الى غضب.
انا اظن ان الشقيقه الامارات العربيه المتحده تم استهدافها من طرف الابواق الجزائريه الماجوره، وتم وصفها باقدح الاوصاف، وردة فعلها لتكون بطريقه هادئه على نار هادئه، على طريقه جاسم، على طريقه الركاده، على طريقه جاسميه. طريقه جاسميه. العب وبالتالي يا ويلهم حد فقعت له الامارات الا يستعد للمقبل سياسيا اقتصاديا. الامارات تسيطر على 75% من موانئ العالم، الامارات داخله في لوبيب، منتج الدول المنتجه للنفط والغاز. انا ودي سؤال يا اخي، ساحر وول ستريت وش دخل حماره لاسبوع الفرس؟ يعني هذول وش دخلهم؟ انسان، هو انسان ما هي مشكله حتى سياسيا، دولته مو مستقره حتى سياسيا، ما يملك حتى وثيقه الاستقلال، ما يملك شيء في بلاده، في بلد الغاز والبترول ما يملك قنينه غاز، ويتدخل في امور ناس ثانيين. يعني ما ادري، جايب 7000 مرتزقه ما ادري من وين، ودي يدعمهم مقابل 40 مليون نسمه. ما ادري وين العقليات هذو، يشمون بنزينه اظني. جاسم، المجلس الانتقالي في مالي اتهم رسميا في بيان رسمي حكومة الجزائر بدعم التطرف في مالي من خلال بيان رسمي. فرنسا تضرب مالي من الجو الجزائري. فرنسا هي تضرب النيجر او مالي اظني من الاجواء الجزائريه. لا فرنسا حاليا لا تضرب لا نيجر ولا مالي. كان في النيجر المشاكل في مالي او النيجر كان من الاجواء الجزائريه قبل شهرين. كانت تضربها يا ساقي، كانت تضربها في 2015 2016. كانت طيارات جماعه الخير شو اسمه، كمل مداخلتك الغالي. الساقه الحمراء لا تقفل المايك، خلي المقام مايك مفتوح. جماعه الخير افتحوا المايك، دام ما في ذباب افتحوا المايك عادي، لان في الناس انا اشوفكم انكم تحترمون القسط. بالنسبه للنيجر احتجت منذ اسبوعين على قيام الجزائر بتهجير اكثر من 10,000 و 15,000 مهاجر غير شرعي، وضعتهم في منطقه اسمها منطقه عين قزام على الحدود الجزائريه النيجيريه في اجراء غير انساني وغير معهود للجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ساقه الحمراء سامحني عاد، سامحني على قطع كلامك. كمل. لا عادي، لان انت انتبهت قبل لو طلعتك، لو انا شفت تعليقك قبل لا اطلعك ما كنت طلعتك. كيف انا خايف؟ ايش المصطلحات الغلبانه هذه؟ عندي اكثر من ساعه وانا اطلب قست، طلعوا ناس وراي وانت ما طلعتني. الخوف يعني ما اعرفك انا اللي اخاف منك. طيب ليش يعني ما بترد يعني ولا كيف؟ وايدين ناس 28 في القسط مختارك انت يعني انا على يا انت كنت تطلب في الجزائريين، وينهم الجزائريين من الصبح وانا ارد عليك؟ ما اعرف، محطي علم الجزائر، محط لي موز 25 موز ما ادري ايش ابوي انت. طيب انا جزائري وقلت لك انا جزائري. كيف اعرف؟ انا مليون تعليق تحت. طيب انت قلت لي شفت التعليق ولا لا؟ اول ما طلعتك شفت التعليق. اريد اسالك. اريد اسالك. اسال تفضل. انت زرت الجزائر من قبل ولا لا؟ اي زرت. متى؟ وش من سنة؟ قبل اخر فتره، قبل تاريخ 22/1، يعني قبل شهرين 3-4 شهور. وين المدينه اللي زرت؟ رحت سيده لحاسي مسعود. رحت حاسي مسعود؟ اي رحت المطار. يعني رحت على الصحراء طول. اي. والامارات داير الامارات، بتعرف المناطق في الامارات؟ الامارات ما سبق وانا زرتها. لا تعرف المناطق في الامارات ولا لا الامارات ما شفتها من قبل. زاير في دبي القوز؟ لا زاير عجمان؟ لا ما اعرف عجمان شو هذه. لا ما تلعب انك ذكيه انك انت تلعب اني غبي وانا العب انك ذكي، لان هذه اسئله. زرت الامارات؟ انت تسال واحد. لا ما قلت لك زرت الامارات، قلت لك زرت كل مناطق الامارات. لا ما زرت. سؤالي محدد. لا ما زرتهم كلهم. طيب تعرف البيوت القصديرية الهنود في القوز؟ ايه اعرفها. تعرف الريحة اللي هونيك؟ ما شميتها هذه، انت اذا رحت من هناك شميت، انا ما شميت. انا زاير مختلف دول العالم العربي، وما حصلت زاير الامارات 3 مرات. ما حصلت الا الريحة. عجمان مثلا. يعني في الامارات كلها ما حصلت الا الريحة. لا يعني هذا كلب. لا انت تتكلم، انت تتكلم. اسمعني،
اسمعني، أنت تتكلم كأن الإمارات جنة والجزائر جحيم. ثاني شيء الثعلب عنده حاسة شم قوية، الثعلب عنده حاسة شم قوية يا جاسم. خليني أتكلم وبعدين علق ولا رد ولا زي ما بدك. أول شيء ثواني الحين أنت كنت شمام ولا سائح؟ أنا ماني سائح، ما قلت لك سائح. ولا تدور على السياحة؟ الثعلب عنده حاسة شم قوية. أنا ما قلت لك سائح. يعني ليش؟ الثعالب عندها حاسة شم قوية. أنا ما قلت لك سائح، ما تحط كلام فيه، ما تحط كلام ما تكلمت عنه. ما رحت لمنطقة الدلافين وما رحت لبرج العرب وما رحت أوبر وداك. أنا ما رحت سائح. ما رحت إلا الخنزة والريحة والزق والخرا ما شفت. أنت من الصبح بتصور وبتتكلم الا على الامور السلبيه. انا جبت لك امور سلبيه في بلدك. انت كنت تتكلم عن تتكلم عن الغاز. مواطن اماراتي عايش في الزق. يا موز السلام عليكم. انا اتكلم مع استاذ جاسم. يا موز السلام عليكم. موز انا اتكلم مع صاحب البث. يا موز انا اتكلم مع صاحب البث. الموضوع طلعت اسمح لي يا موز. انا اتكلم مع صاحب البث. الموضوع يخص الامارات. تمام ثواني. انا اتكلم مع صاحب البث. تمام يا انا اتكلم مع صاحب البث. ما اعرف انا من اللي يتكلم اساسا بالثواني. شوف موز، انت قلت الاماكن اللي رحت لها، فرضا كلامك صحيح، حصلت الهنود صح؟ طيب انت تتكلم عن حصلت الهنود ولا منو؟ اسمعني خليني اتكلم. اي جنسيه؟ خليني اتكلم. انت بلدك كلها 80% كلها اجانب، كلها هنود وباكستان. نتكلم عن المنطقه اللي حصلت. انت قلت هنود صح؟ مناطق مو منطقه بس. تمام المناطق قلت هنود صح؟ مناطق مو منطقه بس. هل حصلت اماراتي عايش في القصدير؟ منطقه اماراتيه في الامارات. منطقه اماراتيه مو منطقه هنديه. منطقه اماراتيه في الامارات. هل حصلت؟ وانت قبل وكنت تقول سؤالي واضح، هل حصلت اماراتي عايش في الزق؟ انا حصلت اماراتيين في مناطق خليها على الله. اي مكان خليها على الله. اي مكان خليني اتذكر اي مكان خليني اتذكر الاسم. تذكر زين. اخ جاسم خلي هامان يساعدك. جاسم ممكن جريمه في حق الانسانيه انك تقارن حضيره الجزائر والامارات. لا انت كنت تجيب انت كنت تجيب الامارات. العالم يروحون. شوف العقليه الجزائريه. العالم الناس يوم تروح الجزائر دبي تروح اغلب شيء تروح دبي، تروح لل 2050 سنه، يعني ما تروح ل 2024 سنه. هذا انسان رايح يشم الزق، هذا رايح يدور زق، رايح يدور خرب، رايح يدور ما ادري ايش. هذا بني ادم يروحون سياحه. الجزائري رايح يدور خرب. اخي جاسم عندنا مثل حساني يقول لك لا يعرف الولي الا الوليه، وواحد مستوى هذا مش ماشي قايس ذوك الاحياء. لاش الجزائري بهدلت بينا يا صاحبي؟ لاش ماشي ذوك الاحياء؟ ما حصل شيء. انت ما تمشي لاش ماشي؟ لانك مستواك هذاك مشيت مستواك. ثانيا يا ساقية، ثانيا تلك الروائح الكريهه التي قلت انك شممتها يمكن من عنده، يمكن من لا وهذا كان كيشم السيليسيون على ما اظن. تلك الرائحه الكريهه وتلك بيوت القصدير اللي شفت في الامارات تحول سنويا ما يزيد على 10 مليارات دولار الى الهند كعمله صعبه. شوف الغالي، شوف شيخ البدو. فرضا كلامه صحيح، فرضا يعني انسان ما حصل لا الاخوان السلام عليكم. انتم ظلمتوا الشخص هذا. هو ذهب ليعيش في نفس المستوى عندما كان في بلده وبنفس المحيط. إخواني احترموه. يعني هو رايح من شمال افريقيا للامارات عشان يشم زق. وبما انه الغائط ينده لصاحبه فذلك لصاحبه. استغفر الله العظيم يا اخي، الكائن الجزائري غريب والله العظيم. شوف يقولون يا جاسم ويا برابوت الساقية،
يعني ما قادرين على واحد يرد عليه. يا ودي احنا انهزمنا امام جمالك وذكائك. لا مو هزمت، انا جبت لك الان لما جبت لك الفاكس واحنا قام صرت تستهزئ واضرب انت بعدك هنا اتحرك نزلت وانت ما كاينش. انا اسالك، انا اريد اسال صاحب البث، انا اتكلم مع صاحب البث. نحن جميعنا اصحاب البث. تخيل انت كيف اصحابك، كيف الشم عندك؟ انا اتكلم مع الاماراتي. شوف تمام، خلوه يتكلم. شيخ البدو، شوف يوم هم بين، اعرف الحساسيه المغربيه الجزائريه، بس هو انت يوم رحت الامارات في ايام كورونا كان الانسان مأثر على حاسه الشم عندك. انت حاسه الشم عندك اوكي؟ ما شميت عطور، ما شميت بخورات يا جاسم. انا ما رحت، اول شيء انا ما رحت سياحه، انا رحت عمل. والامارات ما زرتها مره واثنين وثلاث. القوز الشيخ البدوي، اسمعني تمام. اسمعني، انت لو تعرف دبي ان القوز في منطقه صناعيه، فيها القوز 1 وفيها القوز 2. القوز كيف تنطق كيف تنطق القوز؟ زين تمام. ورحت تشتغل من هناك في الخرا، يعني بلدك خرا يعني ولا كيف؟ وانت اللي تقول لك في خرا بس، وانت اللي قلت خرا. انا قلت لك ريحه النتانه، انا قلت لك فيه البيوت القصديريه، انا قلت لك فيه الطرقات اللي في عجمان، انا قلت لك البنيه التحتيه اللي مش موجوده. انت جبت سلبيات، انا اجيب لك سلبيات بلدك. مثلا انت رحت، انت تقول انك رحت صح، ايش وداك للمكان هذا اللي فيه الريحه؟ يا اخي جاسم والله لو يعطينا جمله مفيده او موضوع مفيد، يعني صراحه ما اعرف شنو الغايه. يا جزائري افضح بينا. الناس تمشي لدبي، تمشي لدول، تمشي لدول السياحه، وانت ماشي لمجاري. يا اخي اسمع، انا ما ابرر لك علاش رحت. لحظه، انا اجيب لك فاكت. انت وين متواجد؟ موجوده هونيك وانت عارف ولا لا؟ انت وين متواجد حالي؟ كيف؟ انت وين متواجد؟ في الامارات انا متواجد الحين بالجزائر. الجزائر؟ ايه. وليش ما اشتغلت في الجزائر؟ انا بشتغل في الجزائر. قلت انك رحت اشتغلت في الامارات من قبل. انا تاجر يا حبيبي. تاجر يا حبيبي؟ تاجر. ايه. تجارة شو؟ ليش؟ تاجر انعالات، يعني تاجر شنو مقابل؟ كيف التجارة ليش؟ تجارة اسكت يا كردي، ما تكلمت معك. في تجارة لا انا اعرفك جاسم، خليني معاه في كم دقيقة. هذا كرغولي. كيف؟ يا كرغولي، انت اعطينا جملة مفيدة واعطينا موضوع مفيد حتى نناقشك فيه. ما تكلمت معك انا عن الموضوع اللي تناقش فيه. هو انا اصلا ما يشرفني اتكلم مع كرغولي. طيب ليش بترد؟ اي مو حتى اعريك واعريك، انا تواجهت معك مره اخرى واعرف اساليبك واعرف اكاذيبك. ما جيت اتواجه معك، جيت اوجه اسئله جاسم. ولا يشرفنا تواجد معك. الموضوع هو قبل شوي كان بيصور فيديوهات على ان كل دوله الجزائر زي اول شيء الاخ موز ثاني شيء كل فعل رده فعل. اذا بناديك بالاخ، او ليش انتم تقطعون الايات من القران ويل للمصلين وتوقفون الصلاه وتخلي الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ هذا الفيديو اللي راويته اساسا ما احب اتشمت في البني آدم، هذا كان رد على اللي قال أبها وكذا، فرديت عليه خلاص وانتهى الموضوع. يا جاسم انت بتصور ان الجزائر، اسمعني هذه جريمة. اسمح لي اقاطعك. اسمح لي اقاطعك. شوف اسمعني شوف، لا ندلس ولا نعطى الموضوع اكثر من حجمه، وبني ادم حتى هو اكثر من حجمه، لان مستحيل انك تقارن الامارات بالجزائر. انا ما اقارن الامارات بالجزائر. تمام. اما من ناحيه الريحه فالاناء اسمع انا ما اقارن الامارات بالجزائر. اول شيء، ثاني شيء انت بتصور الجزائر كانها كلها نفس الشيء. تمام. انت لما صورتها كلها نفس الشيء، انا اثبت لك ان الامارات مو كلها ناطحات. تمام، احنا اتفقنا يا اخي، احنا مو بكنا. تمام اتفقنا. بس السؤال، ما الذي وداك للمكان الذي فيه الريحة؟ يا حبيبي انا قلت لك رحت استرزق زي ما بيقول. لا بس مكان اللي يسكنون فيه الهنود اللي تتكلم عنه، انا عبرت عليه تاريخ، انا ساير عليه. بس هذا عبرت. اسمعني جاسم، انا عبرت على الطريق يطلع تاجر درجة 10. مثلا المصفح مال ابو ظبي، مثلا اذا تروح المصفح مال ابو ظبي ما تحصل تجارة. يا اخي اسمع بس، انتظر عشان لا تعرفني في بلدي. الاماكن حق السكن ما فيها تجارة، انت ما وداك للمكان.
اذا كنت تاجر المفروض تاخذ فندق. خليني ارد عليك. خليني ارد عليك. اسمع السؤال بعد، اسمع السؤال وبعد تفضل. اذا كنت تاجر ومعك فلوس تروح لبرج العرب، تروح لك لفندق رماده اللي بعجمان اذا رحت عجمان، تروح لك للهيلتون اللي بالشارجه، تروح لك شو اسمه. طيب انا عارف ان الامارات كلها يا اخي انتظر. تمام، تروح الفندق، وش وداك للريحه اذا انت تاجر؟ وش وداك عند الهنود في السكن؟ اسمعني انا قلت لك انا بالجزائر متعود على الريحه. انا مريت على طريق للمنطقه الصناعيه. ما في طريق. في طريقه اثبت لك بالصور، اجيب لك فيديوهات. في طريق. كيف ما في طريق؟ كيف ما في طريق؟ والطريق الشيخ زايد كله بيمر على دبي بيمر على القوس. يا عبودي رويال فندق ما يعرفه، رويال هذا اكثر مستوى عالي شوي. الا شو اسمه الحين ما هو الطريق اللي وداك من هناك؟ كنت رايح على المصفح ولا المكان اللي تتكلم عنه انت؟ ما تكلمت عن المصفح انا. يا اخي انا تفهم عربي، قلت فرضا اسمه كذا تمام. الحين ما وداك الطريق اللي كان اخذك على المكان هذا، من وين مريت؟ وين كنت رايح؟ حتى مريت اخذك المشوار. رايح على المنطقه الصناعيه، اللي في القوس. والقوس مقسمه لثلاث مناطق، القوس 1 والقوس 2 والقوس 3. اي شوف ما شاء الله. طيب. تدري ان الحين طرشوا لي في الخاص انك انت دافع كفاله على شخص وانت تاجر؟ غريبه والله. يا جاسم هو تاجر سيفونات طبعا. انا دافع كفاله على شخص. تاجر بواليع. انا دافع كفاله على شخص. لا طيب خليك من دبي. الحين حد تكلم لي عن ضواحي عجمان. يا اخي الغالي شوف، الانسان اللي يعرف قيمه نفسه لا يفتخر بشيء. تمام. انت اللي كنت جاسم. انت اللي كنت تتكلم، لو مو انا. الامارات مو انا ما افتخرت بشيء. اذا تكلم عن شيء فهو فيك. الامارات مو محتاج جاسم اتكلم لك عن. شوف انسان سبحان الله جاي من شمال افريقيا، عوض ما يشوف نعم البلد رايح يشوف الزق، يعني راعي بواليع. سبحان الله العظيم. المشكله انا الزق شفته مصادفه في الامارات، بس انت بتبحث عنه في الانترنت في الجزائر. سبحان الله ما صادفت الا ذا الشيء. انت بتدور عليه في الجزائر في الانترنت. رب العالمين زعلان. انت في الانترنت تدور عليه، انا شفته بعيني مصادفه، ما دورت على غالي. صدعت راسي. تمام. طيب جاسم ممكن ليش ما قادر ترد ولا كيف؟ يا اخي مو قادر ارد، هزمتني. تمام هزمتني. لا مو هزمتك، انا جبت لك وقائع. لان فيك ريحه بواليع. شوف فيك ريحه بواليع وما تحملت. تمام انزل تحت. تمام ما تحملت الريحه لانك جبت الريحه وياك من ما اعطانا جمله مفيده نستفاد منها. يا اخي ضيعت وقتي في الخرا، استغفر الله العظيم. والله العظيم يا اخي جاسم انا نلومكم على هذا. هنا اعطاكم واحد الفكره عن كل دول العالم تنظم رحلات سياحيه على قدر شراء الطبقه في بلدها. هذا ينظم سياحه للمجاري، ولهذا ما غريب الانسان يجيك من مكان ثاني ويقول لك لا انا رحت عوض من ما تروح دبي انت تروح ذا، تقول لا تعال انا شو اسمه. لحظه يا جماعه الخير ثواني، سامحونا. السلام عليكم. ما ادري منو هذا اللي راح طلع وراح لانه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال خويا جاسم؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. انا اسمي عماد، ريفي مغربي. طلعت نشكركم ونشكر الاخوان الصحراويين والمغاربه، كاع الريافه والمغاربه والجامع. انا ما كنعرفش نهضر شويه في السياسه، واللي بغيت نقول الاخ الشيخ بادو برابوش كنشكركم بزاف. وما كايناش داك الفكره خويا جاسم على جمهوريه الريف اللي يقول لك دوك الكلام على جمهوريه الريف هذاك الشيء ما كاينش. وحنا انت ريفي صح؟ انت من الريف صح؟ نعم انت من الريف صح؟ من الريف. لازم نسوي لك ديديكاس، لازم نسوي لك ديديكاس. ثواني انتظر انت الثاني. بارك الله فيك. مرحبا بك عماد، مرحبا بك ريفينو. اليوم لازم اليوم مخصص. نجيك حاجه، الام ديالي ليبيه ماشي مغربيه. ما شاء الله تبارك الله. ديالي ريفي مغربي وعشنا في هولندا. خلاص اشرح لي ديالي ريفي مغربي وعشنا في هولندا. هذه هديه لك. بند المايك
جماعة الخير، فقرة شو اسمه علامة التيك توك وشو اسمه مشاركة البث، التكبيسات، خلكم من التعليقات. اخوي عماد سامحني قاطعتك، بس انها شو اسمه بس حبيت اهدي لك الاغنية هذه الريفية. شكرا فاليوم لك، هو شكرا عصر لك. الديديكاس ومرحبا بك وعصر في المغرب، جيتي الاهداءات في وعصر المغرب مرحبا بك خويا. وانا في هولندا، جيتي في هولندا مرحبا بك في اوتريخت. يا اخي وحنا راه مغاربه. انا داومت في هولندا لمده 8 شهور في القنصليه او السفاره، اظن على قولتكم، ما ادري تقولون السفاره ولا القنصليه، بس السفاره. فش اسمه اعرف كلمات هولنديه، واعرف المغاربه مال هولندا، واعرف نعم، انا عندي 3 لغات، عندي الهولنديه والانجليزيه والاسبانيه. عندكم حتى المغربيه والريفيه عندكم حتى لغه الدق. خلاص، شكرا للاخ عماد، الله يسلمك. بارك الله فيك، بارك الله.